جديد تنقولوا بان كل الاسر خصها تستفيد. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا النهار في سوق طواري، واحد حديقة الحيوان ديال طواغي. غادي نمشيو هاد المدينة، عندي مع واحد القصة واعرة الصراحة، قصة زوينة ما غاديش ننساها، لأن هادي أول مدينة غادي نخدم فيها ملي جيت هنا في فرنسا. المهم خليوكم مع هاد الأجواء الزوينة، كاين الغيوم وكاين الشاهد الآن، مع الله تبقى بحال هكا ونشوفو كيفاش غادي ندوز إن شاء الله. مرحبا بكم في سوق طواري. وهنا من بعد 20 دقيقة ديال الطريق من فرساي ما بين لوطوروت والغابات الزوينة والرائعة في هذا الجو ديال الشتاء. كنوصلوا لمدينة طواغي، وإون فوا كندخلوا ليها كتلقى الجزو ديال طواغي لو سافاري على اليسار. جينا مع الشتا نيشان، الله ودي نشوفو نلقاو شي حيوانات، حيت الحيوانات غادي يكونوا مخبيين دابا. المهم طلبوا زهرنا ونتلاقاو من بعد. هاد البلاصه سميتها السفاري ديال لو زو طواغي. كتدخل كدور بالطوموبيل، هي اللي محلوله دايره 15 اورو، يعني تقريبا شي 155 درهم ولا 150 درهم 150 درهم مزيانه. ونشوفوا على الله ودي يكون عندنا شي زهر. يلا ليتس جو. في التجربة العجيبة كتحس بأن الحيوانات أحرار هما اللي كيجيو يزوروك، وانت اللي كاين في القفص. غادي نبداو مباشرة مع الفيل. هنا كتلقاو الفيل. كاين حيوانات اللي ماشي في السفاري الحر بحال الفيرة، عندهم مساحة كبيرة ولكن في أمان، وكتقدر تشوفهم من بعيد بحال هاد الفيل اللي كيقولنا السلام. شوف لي هاد النعامة هادي، ما تبغى تدخل تفرج ولا ما تبغى تريح معانا، ولا عيات حتى هي معكازة من المعاكيس. هاد الرحلة مزيانة للمعاكيس بحالي، حيت كتبقى في الطوموبيل ما كتخرج ما كتدرج، كتفرج من الزجاج. وكاين كاع بعض المرات اللي كيمنعوا انك تحل الزجاج، لانه كيقدروا يكونوا شي حيوانات اللي خطيرة ولا اللي يقدروا كاع يقربوا بحال النعامة. وتشوف اصاحبي تخرج العينين فين وصل مع هاد الحيوانات. المهم الطير ما عرفتش شنو سميتو، ولا كنتو عارفين السميه ديالو عطاوني في الكومونتير. وشوف اصاحبي ما عنده ترجين على شي وقف، تو مخرج عيني وبالرب لا دزتي. يلا وتفرج نتايا. فكرني بشي ماركات هما كيخرجوا بزاف عيني. الا طاح شي واحد في بالك طاقيه في هاد الكومونتير وقول لي تفرج في راسك قاطع الطريق. ومن بين المناظر الزوينه اللي عجبتني في هاد الجوله هي هاد الوليد ديال الايل ولا الغزال اللي كيستغل الفرصه لان الام ديالو مخبيه على الشتا تحت الشجر، وكيرضع حتى هو باش يشبع شي شويه من الحليب. خليكم تستمتعوا بهاد المناظر الجميله والرائعه.
شوفوا معايا حتى هاد فرس النهر. فرس النهر صراحه في اغلب ديال المرات كيبقى حابس النفس بزاف تحت الماء، دونك قليل من المرات اللي تقدر تشوف شي فرس النهر خارج. وهنا كنشوفوا الزرافات حداهم الحمار الوحشي، وصراحه الرشاقه والهدوء ديال الزرافات كيخليوك غير تسكت وتتفرج. كنكملوا الطريق كتبان لينا بزاف ديال الحيوانات مختلفه بحال الغزال، الزرافه والجمال اللي كيدوروا بكل حريه. كتشوف قارات كامله في مسافه قصيره، فريمون رحله في العالم بلا ما تحرك رجليك من السياره. هنايا غادي ندخلوا بلاصه اللي صعيبه، اللي هي البلاصه ديال الدبابه الكوميساريه ودوك الجاموس الامريكي. هادو هما الحيوانات الامريكيه ديال البلاصه ديال الحيوانات الامريكيه. من بعد ما كنا في السفاري الافريقيه غادي ان شاء الله نضربوا واحد الدويره دابا ونشوفوا الحيوانات الامريكيه. وبعض المرات كنلقاو حتى الحيوانات اللي كيقطعوا الطريقه بحال الغزالات، ولا بحال هاد القاموس هذا اللي الا مشيتي تهضرتي معاه يشربك القهوه. هاد السفاري ماشي غير خرجه، راه هاد تجربه كتقربك للطبيعه وكتخلي الصغار والكبار يتعلموا ويتفرجوا في الحيوانات اللي عمرهم ما شافوهم بهذا القرب. ودابا سالات هاد الدوره ولا هاد الجوله في السفاري ديال طواغي، هاد السفاري اللي فيه السفاري الافريقي وايضا الحيوانات الامريكيه كما شفتوا. نتلاقاو في فلوق اخر ان شاء الله ونشوفوا بعدا الخرجه. السلام عليكم، ما تنساوش تابوناو. لا قربنا الخرجه، يعني كانت هذه الدويره كما شفتوا بزاف الحيوانات حتى هنايا في الخرجه هما. فوالا دونك غادي نمشيو دابا نديماريو ديريكتومون نرجعو للدار. كانت تقريبا دوزنا ساعه ديال الطريق في هذا الطراجي. هذا الطراجي زوين، فيه كاين شي حيوانات ما شفناهوش، طلعت شميشه زوينه وحنا مكملين. وان شاء الله نتلاقاو في فلوق اخر. ما تنساوش عافاكم تابوناو، الله يجازيكم بخير. ما غتخسروا فيها حتى شي حاجه، ما غتجبدوا حتى شي حاجه من جيبكم. غتورك على البطونه الحمراء غتولي رماديه صافي. هذا مكان. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم لينا في هذه الرحله وسط السفاري الطواري. الى عجبتكم الفيديو خليو لينا لايك كومونتير وبارطاجيوها، وما تنساوش الطبيعه كتبغينا نحترموها باش حتى هي تحترم. نتلاقاو في مغامره جديده وبسلام عليكم. تهلاو.